الموسم بتاع الزيتون خلاص بدأ، يلا بسرعة نلحق نشتري الكمية اللي تناسبنا واللي تناسب أسرتنا، ونخلي الأحلى زيتون مع بعض. الكيلو أنا كنت جايباه على 25 جنيه. لما نيجي نشتري الزيتون دايما يفضل ان احنا نشتري الزيتون اللي هو اللون الخضار بتاعه يبقى غامق، ما تشتريش الزيتون اللي بيبقى لونه فاتح. اللون بيبقى غامق بيبقى اجمل بكتير في الطعم. النهارده باذن الله كده قررت ان انا اخلي معاكم الزيتون بطريقتي اللي انا معتمداها من سنين كتير جدا، وكل اللي بيجي ياكل عندي زيتون بيقول لي قولي لنا على اسرار وتركات الزيتون القمر اللي انت عاملاه ده. النهارده قررت ان انا اعمل معاكم بقى الوصفه بتاعتي والطريقه بتاعتي. بجد زيتون تحفه، هتحتفظي بيه من السنه للسنه لحد اخر واحده تاكليها، هتلاقي ان هو محتفظ بالقرمشه وبالجمال بتاعه. تابعوا معايا الفيديو كده للاخر، ولو اول مره تشوفيني، لو انت بتشوفيني من على اليوتيوب اعملي اشتراك لقناتي واعملي لايك للفيديو، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك اعملي لي متابعه للصفحه وكمان كومنت تحفيزي يشجعني كده من ايديك الحلوه، وما تنسيش اللايك للفيديو. تعالوا كده نشوف عملنا الزيتون القمر بتاعنا ده النهارده ازاي، وسر الخلطه بتاعت الزيتون ايه. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بقى نتكلم عن الزيتون بتاعنا. اول حاجه انا جايبه 3 كيلو طبعا، وانت هاتي الكميه اللي تناسبك. جبت الزيتون وغسلته كويس جدا ونقيناه، لو في اي واحده بايظه او في اي حاجه فيها مش مظبوطه بترميها طبعا وبنتخلص منها. وبنجيب ميه عاديه من الحنفيه ونبدا ان احنا ننقع الزيتون بتاعنا في الميه، بننقعه لمده 3 ايام. مش بنسيبه في المية، لا بنغير عليه الصبح وبالليل. بعد ما عدت التلات ايام بالشكل اللي احنا شايفينه كده، الزيتون بتاعنا بقى قمر وجميل ونضيف مفيهوش اي مشكلة، وننزل كل المرارة بتاعته في المية. بجيب الزيتون بعد ما صفيته من المية وهبدأ ان انا افتحه كده هوت بالجنب، اعمله شق بالسكينة. ممكن تدقيه بالمدق، بس انا بحس ان هو لما بتشقيه بالسكينة يعني بيحتفظ معاكي او بيفضل معاكي لفترة اطول. بنبدأ نشق كل كمية الزيتون اللي عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. وبعد ما خلصنا طبعا بتاخد وقت طويل، يعني الجزء اللي احنا بنشوفه هنا اقل من دقيقة طبعا بياخد معانا ساعات. تعالوا بقى نحضر ايه، نحضر احلى خلطة ممكن تعمليها للزيتون. عندي نص كيلو من الجزر المبشور، بنزل عليهم ب3 معالق كبار من هريسة الشطة. كمان بضيف عليهم 3 معالق كبار من حبة البركة، 3 معالق من العصفر اللي احنا بنستخدمه لليمون. ببدأ ان انا اقلب المكونات والخلطة القمر الجبارة دي بتدي للزيتون طعم وريحة جمال جدا جدا. بقلب كده المكونات كويس جدا مع بعض. هريسة الشطة انا عاملاها على فكرة في البيت، لو انت حابة ان انا انزلك عليها فيديو اكتبيلي في التعليقات، وانا باذن الله هصور لك فيديو وانزلك كده طريقتها بطريقة بتحتفظي بيها لفترة طويلة جدا. وطبعا هريسة الشطة من الحاجات اللي ما نستغناش عنها. ضفت كمان معايا كوباية من عصير الليمون، والليمون انا عصراه مش في الخلاط، عصراه كده على ايدي. تمام، فباخد كوبايه من عصير الليمون على المقدار اللي انا عاملاه النهارده، عامله 3 كيلو طبعا من الزيتون زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. بعد ما قلبت الخلطه بتاعتي كويس جدا، دلوقتي هنبدا نتكلم على الميه اللي احنا هنستخدمها للمخلل. لازم الميه بتاعتنا تبقى مغليه مسبقا ومبردها كويس جدا. بعد ما غليت الميه وبردتها دلوقتي هنبدا نعمل المحلول الملحي. ولازم تعملي المحلول الملحي بمقادير مظبوطه، لانه لو كان الملح فيه زياده الزيتون بتاعك مش هيستوي، لو كان الملح فيه قليل برضو الزيتون هيتهري وهيبوظ منك. فالمقادير المظبوطه لعمايل اللي هو المحلول الملحي، عندي لكل لتر من الميه، واللتر بيبقى 4 كوبايات من الميه. كل كوبايه هتاخد معايا معلقه كبيره من الملح، ويفضل في المخللات ان احنا نستخدم الملح الخشن. يبقى لتر الميه هياخد 4 كوبايات من الميه، وهياخد 4 معالق من الملح ومعلقه من السكر. انا عملت لك مقدار الاول طبعا مقدار اللتر، انما طبعا اللتر مش هيكفي، فطبعا ان انا دلوقتي زي ما انتم شايفين بضاعف المقدار. فبالتالي دلوقتي حطيت كمان لتر تاني، وكل لتر من المية بيعمل 4 كوبايات، وكمان بياخد 4 معالق من الملح، بياخد معلقة من السكر. بقلب الملح كويس جدا لحد ما يدوب، لان الملح الخشن بياخد وقت شوية على ما يدوب في المية. بنقلب كده الملح بتاعنا كويس جدا، وده المحلول الملحي المظبوط.
بعد ما حضرنا المحلول دلوقتي هنتكلم عن البطرمانات. الحاجات اللي بتكلم عليها دي حاجات مهمة ما ينفعش ان احنا نغفلها، لان الحاجات دي كلها من العوامل اللي بتساعد على انك تعملي المخلل بتاعك. اول حاجة الطعم بتاعه كويس، ان هو يستوي معاكي في الوقت المظبوط، ان هو تحتفظي بيه لفترة طويلة جدا. بالنسبة للبطرمانات لازم تبقى البطرمانات عندنا معقمة. معقمة ازاي؟ لو البطرمان بتاعك مع زجاجي فبتدخليه الفرن بياخد بالظبط 30 ثانية بيتعقم في درجة حرارة الفرن، او ممكن تمشيه كده اهوت على عين البوتاجاز. لو البطرمان بتاعك بلاستيك طبعا بتغسليه كويس جدا، بتنشفيه من المية تماما، وبعد كده هو بتبداي تحطي فيه خل وتلف الخل كده في البطرمان كله علشان تتأكدي ان البطرمان بتاعك اتعقم. تمام. فالحاجات دي يا جماعة ما نستهونش بيها، لان هي ممكن تبقى سبب من اسباب اللي بيخلي المخللات بتاعتنا تبوظ، واحنا بنبقى مش عارفين السبب اللي خلى المخلل بتاعنا يبوظ. طبعا البطرمانات بتاعتي انا معقماها وجاهزه للاستخدام. دلوقتي هنبدا ان احنا نعبي الزيتون. بنزل بطبقه من الزيتون وضفت عليها طبقه من الخلطه، وزي ما احنا شايفين كده بنحط طبقه من الزيتون بنضيف عليها طبقه من الخلطه. بجد الريحه وهميه جدا. الخلطه دي يا جماعه جميله وتحفه، بتودي الزيتون في حته ده تانية خالص، احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. عندي فلفل حامي كده، ولو انت مش حابه ممكن تحطي فلفل حلو. بدأت ان انا احطه كده على جوانب البطرمان، بيدي يعني شكل جمالي وفي نفس الوقت ما بياخدش معايا مساحة كبيرة. دلوقتي حطيت برضو طبقة تانية من الزيتون، ودايما بين كل طبقة والتانية لازم تكبسي البطرمان بتاعك كويس، اولا علشان ما ياخدش معاكي مساحة، وبعدين كمان علشان تتأكدي ان مفيش اي فراغات هواء ممكن تبوظ معاكي المخلل بتاعك. نبدأ كده نعبي كل البطرمان بتاعنا بنفس الطريقة بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. بنحط بين كل طبقة والتانية من الزيتون، بنحط طبقة من الخلطة وبنضيف عليها برضو طبقة تانية من الزيتون لحد ما بنعبي البطرمان بتاعنا كامل بالشكل ده. شايفين شكل البطرمان قمر يفتح النفس بجد، طعمه جميل وشكله جميل جدا جدا. دلوقتي هنبدأ نعبي البطرمان بتاعنا بالمحلول الملح اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. بنعبي كده البطرمان كويس جدا لحد النهاية. دلوقتي طبعا احنا كنا اتكلمنا على ان احنا عملنا عصير ليمون. قشر الليمون يا جماعة ما بنرموهوش، بنجيب قشر الليمون وبنبدأ ان احنا نحطه على وش البطرمان، وبنبدأ نغطي كده هو بالزيت، وبتقفلي بكيس بلاستيك او ستريتش رول وبتقفلي كويس جدا. بنحط ليه قشر الليمون؟ بنحط قشر الليمون عشان لو لا قدر الله حصلت فيه مشكله في بطرمان المخلل بتاعنا يبقى تحصل في قشر الليمون، فبترميه ويبقى الزيتون عندك مظبوط وتمام مفهوش اي مشكله. وبنعبي البطرمان التاني بنفس الطريقة، بنحط طبقة زيتون وطبقة خلطة وطبقة الفلفل وكده. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا يعتبر الفيديو بتاعنا هنتكلم مع بعض كده على شوية أسرار ازاي تحافظي على أي مخلل حتى لو ما كانش الزيتون. أول حاجة يا جماعة لازم المية اللي انت مستخدماها لازم تبقي غليها ومبردها، ده أولا. المرحلة التانية المحلول الملح بتاعك لازم يبقى مظبوط تماما، ما ينفعش الملح بتاعه يزيد وما ينفعش الملح بتاعه ينقص. المرحلة التالتة ان انت تبقي معقمة البطرمانات بتاعتك كويس جدا. اخر مرحلة اللي هي ان انت تكبسي المخلل كويس جدا، وعلى تنزلي على اخر طبقة كده بطبقة من الزيت علشان نمنع وصول اي هواء، وبطبقة بكيس بلاستيك او ستريتش رول بنبدا ان احنا نغطي ونقفل البطرمان بتاعنا قفل محكم بكده. باذن الله البطرمان بتاعنا بتاع المخلل عمره ما هيبوظ نهائي، وبإذن الله هتاكلي أحلى وأنضف مخلل طعم وجودة ونظافة. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. أتمنى الفيديو بتاعي ينال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لو على اليوتيوب بالاشتراك واللايك، ولو على الفيسبوك المتابعة للصفحة ولايك للفيديو.